ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الاخوان والاخوات في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو غادي نوضحوا واحد النقطة مهمة بزاف حول عتبة الانتقاء الاولي. بزاف ديال الناس او بزاف ديال المترشحين المتخوفون من هذه النقطة هذه ديال عتبة الانتقاء. كل واحد شنو كيقولوا ما غنتهزوش، ما عنديش النقطة، ما عنديش الميزان، ما عنديش هذه، ما عنديش هذه. غادي نوضح لكم هذه النقطة هذه. فبالنسبة للانتقاء الأولي فهما الوزارة أو الأكاديمية ملي كتبغي تهز المترشحين اللي غيدوزو الكتابي، هي عندها واحد الحصيص. شنو هو الحصيص؟ عندها واحد العدد خاصها تهزو من هاد المترشحين هادو اللي دفعوا للامتحان. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ يعني عندها عدد، يعني واخا يوصلوا حتى ل9، هذا مثال، كنعطيكم مثال باش تفهموا شنو بغيت نوصل لكم. يعني كيهزوا داك العدد واخا يوصلوا للنقطه حتى ل9 كاع، ما كاينش المشكل. المهم يهزوا داك العدد اللي عاطين هما، اللي دايرين هما، او الحصيص اللي خاصهم يدوزوه في الامتحان الكتابي. ملي كدوز الامتحان الكتابي كيهزوا داك العدد اللي خاصهم يهزوه، يعني عاطينهم واحد العدد، او الوزاره عاطيهم واحد العدد خاصهم يهزوه باش يدوزوا الامتحان الشفوي. هذه هي الطريقه باش كيهزوا، حيت ما يمكنش، كاين بزاف ديال النقاط اللي هي طايحه وبزاف ديال الميزات مقبول، يعني بزاف، يعني ما يمكنش. راه اغلبيه اللي جينا نشوفوا، راه الاغلبيه عندهم مقبول، سواء في الباك ولا في الاجازه. حيت ما يمكنش يحيدوا الناس اللي عندهم مقبول ويدوزوا دوك الناس اللي عندهم حسن ومستحسن. هذه ما خاصهم ضروري انهم يهزوا واحد العدد اللي عاطينهم باش انهم يدوزوا هذه المباراه، والا فغيدوزوا دوك الناس اللي عندهم نقطه مزيانه، يعني عندهم ميزه حسن او مستحسن، ويخلوا دوك الناس يعني ما يقدهمش المترشحين باش يدوزوا الامتحان. يعني الى هزوا كاع غيهزوا اقل من ديك 20,000 اللي هما طالبين مثلا، يعني غيدوزوا ديك اقل من 20,000 اللي عندهم ميزه في المغرب كامل. فهمتوني؟ هذه هي العتبة الانتقاء، وبركه من التخوف وبركه من هذا التردد وكذا والى غير ذلك. بالفعل جات مرحبا، ما جاتش مرحبا، ما كاينش مشكل، كل شيء بيد الله والارزاق راه بيد الله. راه شوف الله سبحانه وتعالى فين حاط لك رزقك، وما تبقاش متخوفين من هذه القضيه ديال الانتقال الاولي وكذا والى غير ذلك. والله يوفق الجميع.